عمرك فكرت ازاي الشركات بتعمل الاعلانات اللي بتخليك تشتري المنتجات وانت مش حاسس؟ وازاي الالعاب اللي انت بتلعبها شكلها بيكون جامد جدا كده؟ كل ده وراه ناس شغالة في مجال التصميم. فلو انت مهتم بالتصميم والجرافيك وعاوز تعرف ازاي تكسب من خلالهم، في الفيديو ده هقولك على اهم مجالات التصميم المطلوبة في سوق العمل، وازاي تبدأ فيها من الصفر، وازاي تحقق اول دولار من الانترنت. أول وأشهر مجال هنتكلم عنه في مجالات التصميم وهو تصميم الجرافيك أو الجرافيك ديزاين. المجال ده فيه تخصصات فرعية كتير جدا منه، ولكن بشكل أساسي هو مسؤول عن تصميم اللوجوهات، وكمان مسؤول عن تصميم بوستات السوشيال ميديا وكل أنواع المطبوعات اللي انت ممكن تشوفها زي الكتب والمجلات وأي نوع من أنواع المطبوعات. ده كله موجود جوه الجرافيك ديزاين. وأشهر البرامج الأساسية اللي انت هتبدأ بيها علشان تكون مصمم جرافيك هو الأدوبي فوتوشوب وأدوبي إلستريتور. وتاني مجال هنتكلم عنه في مجالات التصميم هو تصميم فيديوهات الموشن جرافيك. والمجال ده بشكل أساسي بينقسم لنوعين: 2D موشن جرافيك و 3D موشن جرافيك. فبالنسبة لل 2D موشن جرافيك هتحتاج تتعلم برنامجين بشكل أساسي، اللي هو الادوبي افتر افكتس علشان تحرك عليه الفيديوهات، وهتحتاج تتعلم برنامج ادوبي الستريتور عشان هو ده اللي انت هتجهز عليها الرسومات اللي انت هتحركها على الافتر افكت. وعشان تبدا في ال 3D موشن جرافيك هتحتاج انك تتعلم برنامج بلندر وبرنامج سينما 4D. وثالث مجال من مجالات التصميم اللي هنتكلم عنها وهو الفيديو اديتنج او المونتاج. هنا بقى شغلك كله عباره عن تعديل للفيديوهات. يعني مثلا في شويه فيديوهات انت عاوز تجمعهم مع بعض او تضيف عليهم شويه مؤثرات او تعدل الالوان بتاعتهم، هو ده مجال المونتاج. والبرامج اللي انت هتحتاج تتعلمها علشان تشتغل في تعديل الفيديوهات او المونتاج هو برنامج ادوبي بريمير او برنامج دافينشي ريزولف او برنامج الكاب كات. وطبعا في برامج كتير جدا ولكن هم دول افضلهم. والمجال الرابع من مجالات التصميم اللي احنا هنتكلم عنها هو اليو اي يو اكس ديزاين او تصميم واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم. وهو ده المجال اللي بيهتم بتصميم شكل المواقع والتطبيقات اللي انت بتستخدمها على الموبايل بتاعك علشان تكون استخدامها سهل جدا. واشهر الادوات اللي انت هتحتاج تتعلمها علشان تشتغل في اليو اي يو اكس ديزاين هي برنامج فيجما وادوبي اكس دي وسكتش. والمجال الخامس اللي هنتكلم عنه من مجالات التصميم وهو المؤثرات البصريه او الفي اف اكس. لو انت بتتفرج على افلام الخيال العلمي والالعاب اللي بيكون فيها مؤثرات بصريه عاليه جدا، فمجال الفي اف اكس او المؤثرات البصريه هو المسؤول عن المؤثرات دي كلها. والادوات اللي انت هتحتاجها علشان تشتغل في الفي اف اكس او المؤثرات البصريه هو برنامج بلندر وبرنامج سينما 4D، وكمان هتحتاج تتعلم برنامج ادوبي افتر افكتس. والمجال ده بيكون معظم شغله في الافلام او في شركات الدعايه اللي بتعمل اعلانات لشركات كبيره جدا. وطالما بنتكلم عن التصميم والجرافيك يبقى ما ينفعش نفوت الفيديو ده من غير ما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في التصميم. من الاخر كده اي حد ما بيستخدمش الذكاء الاصطناعي وادواته في التصميم هيكون متاخر جدا عن كل اللي حواليه. بس خلي بالك انت برضه لازم تتعلم مبادئ التصميم وتتعلم البرامج اللي احنا قلنا عليها خلال الفيديو، لان الذكاء الاصطناعي مهما كان محترف في انشاء التصميمات هو في النهايه مساعد ليك وانت اللي بتتحكم فيه. وكمان انت هتحتاج كتير جدا انك تعدل على التصميمات اللي الذكاء الاصطناعي بيعملها. ولو عايز تعرف اكتر عن الذكاء الاصطناعي في التصميم هتلاقي في فيديو عملناه على القناه هيفهمك خلاصه الموضوع. طيب دلوقتي انت ازاي تحقق اول دولار ليك في مجال التصميم؟ اول حاجه انت هتحدد مجال واحد بس من اللي احنا اتكلمنا عليهم وتبدا تتعلمه من المصادر المجانيه اللي ماليه اليوتيوب. وبعدين هتعمل حساب على موقع بيهانس او موقع دريبل علشان تحط عليه افضل التصميمات اللي انت هتعملها بعد كده، علشان ده هيكون معرض الاعمال او البورتفوليو بتاعك. وبعدين هتعمل حساب على موقع من مواقع العمل الحر زي موقع مستقل او موقع اب وورك علشان تقدر من خلالهم تدور على شغل يكون مناسب للمجال اللي انت اتعلمته. وان شاء الله احنا هنعمل فيديو عن مواقع العمل الحر وازاي تشتغل من خلالها باحسن شكل ممكن وتوصل لاول شغلانه. فسواء انت مبتدئ او عندك خبره، مجال التصميم بقى من اهم المجالات اللي انت تقدر من خلالها تكسب فلوس كويسه جدا. المهم انك تبدا وتقول لي في التعليقات ايه هو اكتر مجال عجبك، وكمان لو عندك اي اسئله عن مجالات التصميم هجاوبك عليها. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة.